حين تقترب كرة القدم من لحظاتها الحاسمة، لا يذكر اسم ريال مدريد كفريق مرشح، بل ينطق كحقيقة مطلقة. هذا النادي ليس مجرد منافس، بل هو الامتحان الأعظم لكل من تجرأ على الحلم بالسيادة. قالوا إنه موسم التذبذب، قالوا أن هذا ريال متواضع، لكنهم نسوا أن مدريد لا يحاكم في البدايات، بل يحسم أمره في نهايات شهر مايو. ومن خشي هذا النادي فهو رجل يدرك الحقيقة ولو اتهموه بالجبن، لأن عهد الشجعان ينتهي عند أقدام الملوك. يا بيب، أنت أكثر من يعرف هذه القاعدة، وأنت أكثر من جرب قسوتها مرارا. بعضهم ارتحلوا ليؤازروك، ليس حبا فيك، بل شماتة في مدريد، لكنهم عادوا مبللين بالمطر. فانصحهم بالعودة سريعا على أول طائرة، ولا نريدك أن تحمل ذنوب غيرك. منذ اللحظة الأولى دخل مدريد المباراة كما لو أنه يلعب على أرضه. ضغط خانق، إيقاع سريع، و900 فرصة ضائعة كانت كافية لتحويل السيتي إلى فريق هاوي. لو أنصفت الكرة أهلها لانتهت النتيجة ب8 بدل 3، ولا أعاد بعضهم ذكريات مريرة لا يرغبون في استرجاعها. لكن كرة القدم لعبة الفرص الطائعة، والسيتي لم يكن لينتظر مزيدا من الرحمة. لقطة واحدة، تمريرة محسوبة، وخبث في التنفيذ، فوجد هالاند نفسه أمام المرمى ليضعها بثقة. في تلك اللحظة شعر المدريديون أن الميزان كان مائلا لغيرهم. لكن من يعرف تاريخ هذا النادي يدرك أن التأخر ليس سوى لحظة انتظار قبل العاصفة. تمريرة سحرية من سيبايوس، رؤية لا يملكها إلا الموهوبون، وكيليان يسجل بتلقائية لاعب ولد ليكون مدريديا. عادت المباراة لنقطة الصفر. عاد ريال مدريد ليذكر الجميع أن هذه المواجهة لم تحسم بسهولة. يخطئ من يظن أن التقدم على ريال مدريد يعني شيئا، لأن هذا الفريق لا يهزم، بل ينتظر اللحظة المناسبة للرد. غوارديولا يعلم ذلك أكثر من غيره، يعرف أن الريمونتادا لها أصحابها، وأن أي هدف في شباك مدريد لا يكتب بالحبر، بل ينقش على الرمال. فرح هالاند بالتقدم، لكن إبراهيم دياز كان له رأي آخر. عدل النتيجة وأرسل رسالة واضحة لأنشيلوتي بأن الرسمية هي مكانه الأساسي. ظنوا أنها انتهت، لكن المباراة مع ريال مدريد تبدأ حين يعتقد الآخرون أنها انتهت. فينيسيوس ظهر في اللحظة الحاسمة معاقبا خصومه على لافتة سخرت منه، فجعلهم يطأطئون رؤوسهم أمامها. أما جود بيلينغهام فقد أنهى كل شيء كما يفعل الكبار، بلمسة واحدة، بقرار واحد، أطفأ الأنوار وأرسل السيتي إلى النوم مع قبلات المحبة. في كرة القدم هناك فرق تخرج مرفوعة الرأس حتى عند الهزيمة، لكن في مدريد لا يسمح بذلك، لأنهم لم يخلقوا للمحاولة بل للفوز. مدافع شاب يلعب أولى مبارياته الإقصائية، لاعب ارتكاز مجبر على العودة للخلف، ولاعب وسط شغل الجهة اليمنى. ورغم ذلك لم يكن ريال مدريد الطرف الأضعف، بل كاد أن يسحق غوارديولا بنتيجة أكبر. هذا هو الفارق بين أن تكون منافسا وأن تكون الملك. لا أعذار لكم لأنكم الملوك، ولا سقوط يغفر لأن العرش لا يقبل سوى الثابتين. الطريق إلى اللقب لا يزال طويلا، لكن العلامات واضحة. الملوك قادمون، والرحلة لم تنتهي بعد.